قصتنا بتبدأ في سنة 1976 وسط قرية صغيرة في إندونيسيا، وهناك بنشوف شوية أطفال من القرية بياخدوا كورة عاملينها من العشب الناشف ورايحين ناحية الأراضي الزراعية عشان يلعبوا. وفي اللحظة دي ومن وسط العيال دي بيظهر ولد اسمه عبدي. أبو عبدي بيدي لابنه تحذير شديد اللهجة وبصوت حازم بيقول له لازم ترجع البيت قبل ما الدنيا تليل. ساعتها عبدي بيرد على أبوه بيقول له ما تقلقش خالص، أنا هكون في البيت قبل ما الدنيا تضلم. وبعد ما قال الكلمتين دول كل العيال راحوا ناحية الأراضي عشان يلعبوا كورة. وبعد ما وصلوا لقلب الأراضي الزراعية العيال دي اندمجت في اللعب لدرجة إنهم نسوا الوقت خالص، ومحدش فيهم حس بالوقت اللي بيمر، وما كانش عندهم أي إحساس إن الدنيا خلاص قربت تضلم. لكن في كام طفل أخدوا بالهم إن الضلمة بدأت تنزل، وبعدها واحد ورا تاني كل العيال بدأت ترجع على بيوتها إلا عبدي وصاحبه نويان. قالوا إن الدنيا لسه ما ضلمتش قوي، عشان كده فضلوا مكملين لعب وهم مندمجين في اللعب. فجأة الكورة بتاعتهم طارت ودخلت في نص الأراضي الزراعية. هنا بقى عبد اتكلم بعقله وقال لصاحبه ان الدنيا خلاص هتضلم، فعشان كده لازم نسيب الكوره ونخليها وسط الاراضي الزراعيه، وبكره الصبح نبقى نيجي في النور وندور عليها. لكن نويان كان مصمم ياخد الكوره دلوقتي حالا، وعبد غصب عنه وما كانش عايز، بس مشي ورا صاحبه عشان يدوروا على الكوره في قلب الاراضي الزراعيه. وبدا الاتنين يدوروا عليها، ولكن عشان الحشائش كانت كثيفه جدا ما قدروش يشوفوا الكوره في اي حته. وهم بيدوروا الدنيا ضلمت كحل حواليهم، وفي اللحظه دي حسوا ان في حد تاني معاهم في الارض غيرهم هما الاتنين. هنا بقى عبدي من كتر الرعب قال لنويان احنا لازم نرجع، لكن نويان كان رافض يرجع باي تمن من غير ما يلاقي الكوره. ولما مشوا شويه كمان قدام في الارض فجاه ظهرت قدامهم بنت غريبه جدا شكلها كان مرعب لاقصى درجه، والبنت دي ما كانتش باينه انها بني ادمه طبيعيه خالص، وكمان كانت ماسكه كورتهم في ايديها. هنا البنت بتنادي على نويان وبتقول له يتقدم عشان ياخد الكوره بتاعته. ساعتها نويان بدا يقرب من البنت دي، ولما عبدي شاف كده حاول يوقفه، لكن نويان كان كانه مسحور وتحت سيطره البنت دي تماما ومشي وراها. ولما عبدي مشي ورا صاحبه عشان يرجعه البيت شاف قدامه منظر خلاه يتصدم ويترعب رعب السنين، لان البنت دي رفعت حجر كبير قوي وضربت بيه نويان على راسه كذا ضربه ورا بعض لحد ما نويان مات في مكانه. عبدي لما شاف المنظر ده طلع يجري باقصى سرعه على القريه عشان ينقذ نفسه، وفضل يصرخ لحد ما لما اهل القريه كلهم وحكى لهم على كل حاجه، وقال لهم ان في بنت غريبه بتلف في الاراضي الزراعيه وهي اللي قتلت نويان. وبعدين كل اهل القريه راحوا مع بعض ناحيه الاراضي الزراعيه، لكنهم ولا لقوا نويان ولا لقوا البنت الغريبه دي. بس لما مشوا شويه قدام لقوا جثه نويان مرميه على شط النهر. ولما الناس شافت المنظر المرعب ده كلهم خافوا واتفزعوا جدا. دلوقتي الناس دي شافت جثه نويان، لكن البنت الغريبه دي اللي قتلته ما كانش ليها اي اثر. عشان كده في اليوم اللي بعده ابو نويان راح لابو عبدي وفضل يشتمه ويقول له كلام وحش، لان ابو نويان كان فاكر ان عبدي هو اللي قتل ابنه، وان عبدي بيألف قصه خايبه عشان ينقذ نفسه ان في بنت غريبه هي اللي قتلت نويان. وهنا الخناقه بتكبر بين ابو نويان وابو عبدي، وفي اللحظه دي بيدخل بينهم المعلم شنغاي. وبعد ما شنغاي بيسمع الحكايه كلها من ابو نويان وابو عبدي بيقول لابو نويان ان عبدي مش بيكذب لان اللي قتل نويان هي سماله. لما الناس سمعت كده استغربوا جدا وقالوا مين سماله دي؟ هنا بقى شنغاي بيبدا يحكي لاهل القريه قصه سماله بالكامل، والقصه بترجع بينا لورا 29 سنه، يعني في سنه 1947. وهناك بنشوف اغنى راجل في قريه بيرو واللي اسمه سوجي مان. ورغم ان سوجي مان ده اغنى واحد في القريه، لكن ايه فايده الثروه دي كلها من غير ما يكون في حد يورثها وياخد باله منها؟ الحكايه ان سوجي مان وسوهاني متجوزين بقالهم 11 سنه، لكن لحد دلوقتي ربنا ما رزقهمش باي اطفال، وده كان مخليهم متضايقين ومهمومين جدا. وعشان يستغل النقطه دي عم سوجي مان بيجيله وبيقول له اديني حته من الارض بتاعتك عشان ابني عليها مصنع، لكن سوجي مان بيرفض حتى يديله شبر واحد من الارض دي، لان الارض دي كانت ورث سوجي مان من جده. عشان كده سوجي مان ما كانش عايز يفرط في ارض عيلته ويخليها تتباع. العم لما سمع كده اتعصب جدا وقال لسوجي مان كل ارضك دي قريب جدا هتبقى بتاعتي، لانك ما عندكش وريث وانا عندي 3 ولاد، عشان كده انا هروح المحكمه قريب وهاخد منك الارض دي غصب عنك. وفي اللحظه دي بتدخل سوهاني مرات سوجي مان، ولما العم بيشوفها بيهين سوجي مان وبيقول له لو كان عندي زوجه جميله زي زوجتك كده كان زماني خلفت منها 8 عيال لحد دلوقتي. وسوهاني بتسمع الكلام ده وبتفهم انها لازم تخلف باي طريقه والا العم ده هياخد منهم كل ارضهم. في نفس الوقت سوجي مان بيكون متعصب جدا بسبب الاهانه دي، وبيطلع على طول على مراته وبيقول لها وش الوش كده لو ما جبتليش عيل في خلال سنه واحده انا هتجوز عليكي، لان مستحيل اخلي ارض جدي تروح لايد حد تاني ابدا. سوهاني لما بتسمع الكلام ده بتحزن حزن شديد وبتطلع تقعد بره البيت وهي بتعيط، ما كانتش عارفه ازاي هتخلف طفل في خلال سنه واحده. وفجاه بتسمع 2 عمال بيتكلموا جوه الاوضه، واحد منهم كان بيقول ان مراته كان عندها مشكله في الخلفه، لكن بعد كده مراته دي
راحت لساحرة، وبمساعدة الساحرة دي قدرت تخلف طفل. لما سهاني سمعت كده قررت هي كمان إنها تروح للساحرة دي، وتاني يوم على طول أخدت معاها خدامة من البيت، ومن غير ما تقول لجوزها ركبوا العربية واتحركوا ناحية الساحرة، ومشيوا في الغابة لحد ما وصلوا لشط نهر كبير، وهناك في صياد ركبهم المركب وعداهم النهر ونزلهم جنب بيت الساحرة. هنا بقى سهاني سابت الخدامة بره ودخلت بيت الساحرة لوحدها. جوه بيت الساحرة كان في حاجات غريبة ومرعبة جدا. سهاني قالت للساحرة أنا عايزة طفل، فالساحرة من الأول فهمت سهاني وقالت لها أنا ممكن أديكي طفل، بس الشغل ده كله هيتعمل بالسحر الأسود وبمساعدة الشيطان، فلو أنت موافقة أنا هقدر أديك الطفل ده. لما سهاني سمعت سيرة السحر الأسود والشيطان خافت جدا واترعبت، لكنها كانت عايزة طفل بأي تمن عشان تنقذ أرض جوزها، عشان كده وافقت. وهنا الساحرة بتشرح لسهاني وبتقول لها أنا مش هديكي طفل واحد، لا أنا هديكي طفلين، بنت منهم هتكون بنت الشيطان والتانية بنتك انتي. البنت اللي هتكون بنتك هتبقى في منتهى الجمال والبراءة، لكن بنت الشيطان هتكون بشعة وقبيحة لدرجة ما تتوصفش وخطيرة جدا. والشرط هنا إنك تعاملي البنتين دول وتديهم نفس الحب بالظبط لمدة 10 سنين. إياك تعاملي بنت كويس وتعاملي بنت الشيطان معاملة وحشة، لو عملت كده الشيطان هيغضب وهيدمر عيلتك كلها. هنا سهاني تعمل الصفقة مع الشيطان، وبعدها الساحرة بتبدأ طقوس مرعبة ومخيفة بتخلط فيها حاجات غريبة بدم حد، وبعدين بتشرب سهاني سائل غريب، وفي نفس الوقت الساحرة عمالة تقول تعاويذ. وفجأة سهاني بيبدأ يحصل لها حاجة وجسمها بيتشنج. سهاني كانت بتتألم جدا، وبعدين جسمها بيتقلب بطريقة غريبة وبتقف مقلوبة على ايديها ورجليها، وبعد شوية بنشوف بطن سهاني بتبدأ تتنفخ كأنها بقت حامل. وهنا طقوس الساحرة بتكمل، وبعد ما الطقوس بتخلص الساحرة بتقول لسهاني إن في خلال شهرين هتسمع لها خبر حلو. وقبل ما سهاني تمشي الساحرة بتفكرها تاني بالصفقة اللي عملتها مع الشيطان، وبتمر شهرين بالطريقة دي. وفي يوم فجأة سهاني بيجيلها وجع شديد جدا في بطنها. سوجيمان بيشوفها كده فبيجيب دكتور للبيت، ولما الدكتور بيكشف على سهاني بيكتشف إن سهاني حامل، ومش في طفل واحد، دي حامل في بنتين. لما سوجيمان بيسمع الخبر ده فرحته ما كانتش سايعة لأنه كان مستني الطفل ده بقاله 11 سنة. وهنا سوجيمان بينادي على الخدام بتاعه وبيقول له روح انشر الخبر ده في القرية كلها إن مرات سوجيمان حامل وهتجيب بنتين. سوجيمان كان طاير من الفرحة، وبعدين هما الاتنين بيقعدوا يختاروا أسماء بناتهم وبيسموهم سمالة وكمالة. وتاني يوم سوجيمان بيعزم أهل القرية كلهم على الأكل وبيعمل احتفال مقدم لعياله اللي جايين. الأيام بتمر وأخيرا بيجي يوم ولادة سهاني، وأول ما الساعة بتيجي 12 بالليل بالظبط البرق بيبدأ يضرب في السماء، وفجأة سهاني بتشوف وحش غريب قاعد على الكنبة اللي قدامها. وهنا سهاني بتفهم إن ده الشيطان وإنه مستني بنته تيجي. وبعد وجع ومعاناة طويلة بتتولد بنت سهاني الأولى، بس البنت دي كانت ساكتة تماما وما فيهاش أي حركة. لما بيشوفوا كده بيفهموا إن البنت دي ميتة، وبعدين العمة بتاخد البنت الميتة دي وتحطها في السرير الهزاز اللي جنبهم. وبعد كده الدكتورة بتحاول تولد البنت تانية، وبعد شوية صغيرة البنت التانية بتتولد. وبمجرد ما سوجيمان بيسمع صوت عياطها بيدخل الأوضة وهو طاير من الفرحة. وأول ما بيدخل وبيشوف بنته الميتة محطوطة في السرير الهزاز بيحزن جدا، لكن أول ما عينه بتيجي على البنت تانية بيتجنن من الغضب، لأن البنت دي ما كانتش باينة إنها بنت طبيعية خالص، دي كانت مرعبة وشكلها بشع جدا. سوجيمان بينهار تماما لما بيشوفها، ومن كتر غضبه بيمسك سكينة وبيروح عشان يقتل البنت البشعة دي. هنا سهاني بتحاول توقف سوجيمان لأنها عارفة إن دي بنت الشيطان، ولو البنت دي اتقتلت الشيطان هيخلي عيشتهم سواد. لكن من كتر الألم سهاني ما قدرتش تقف عشان توقفه، وسوجيمان بيقتل البنت دي. والعملة دي كانت هتحطهم في مصيبة كبيرة جدا قدام، لأن سهاني كانت واعدة الشيطان إنها هتعامل البنتين بحب متساوي لمدة 10 سنين، لكن سوجيمان ما كانش عنده أي فكرة عن الموضوع ده سوجيمان قتل بنت الشيطان أول ما اتولدت على طول. وبمجرد ما سوجيمان بيقتل البنت دي فجأة البنت الأولى اللي اتولدت ميتة بترجع للحياة وبتبدأ تعيط، ولما سوجيمان بيشوف كده بيفرح جدا. بعد كده القصة بتنط بينا 3 سنين لقدام، وبنشوف بنت سوجيمان اللي اسمها كمالة. وهنا سوجيمان بيحاول يعلم بنته ازاي تمشي، لكن كمالة مش قادرة تمشي لأنها مشلولة من جنب واحد، ايديها ورجليها في الجنب ده مش شغالين. قرايب سوجيمان اللي قاعدين على الترابيزة بيقولوا ان سوجيمان وهو صغير كان برضه مشلول من جنب واحد كده، لكن مع الوقت خف وبقى كويس. وهنا بنشوف ان سوجيمان مش مبسوط بشلل بنته ده، وبتمر 2 سنين كمان وبنشوف كمالة بقى عندها 5 سنين، لكن تصرفاتها مختلفة جدا عن باقي العيال وبتتعصب على اي حاجة. وفي يوم وهي بتلعب بالعجلة بتاعتها سهاني بتيجي وبتمنعها تلعب بيها عشان ما تتعورش، لكن كمالة بتتعصب جدا وبتبدأ تصرخ في وش سهاني بصوت عالي. ولما سوجيمان بيشوف كده بيتعصب هو كمان وبيمسك كمالة ويحبسها في الأوضة، وهناك بتبدأ تخبط راسها في السرير جامد جدا، وده بيعرفنا ان كمالة دي مش طبيعية خالص. سوجيمان بيتضايق وبينادي
بينادي على خدام البيت، والخدام بناء على اوامر سوجيمان بيربط ايدين ورجلين كومالا بالحبال، وبعدها بيسحبها ويجرجرها لبره وبيدخلها الاوضه اللي بيربطوا فيها الحيوانات، وبيقفلوا باب اوضه الحظيره عليها. وهنا بنشوف مشهد بعد 3 سنين، يعني في سنه 1955. في يوم فجاه كومالا بتختفي من البيت ومحدش عارف هي راحت فين. اهلها بيبقوا قلقانين جدا عليها وبيبداوا يدوروا عليها. في نفس الوقت بنشوف كومالا في نص السوق، واللي كانت هربانه في السر من حياتها اللي زي السجن دي لحد ما وصلت لهناك، وعينيها بتيجي على شويه اطفال بيلعبوا مع بعض. ولما كومالا المشلوله دي بتشوفهم بتبقى مبسوطه جدا، لكن اول ما العيال دي بياخدوا بالهم منها بيبداوا يتريقوا عليها وعلى عجزها. وفي ولد بيقوم جايب تراب وماسح بيه وش كومالا وبيبهدل شكلها خالص، وبعدين كل الولاد بيبداوا يحدفوها بالطوب. كومالا الغلبانه دي عشان مشلوله مش قادره تعمل اي حاجه وبتبدا تعيط. وفي نفس الوقت اهل كومالا كانوا واقفين من بعيد بيتفرجوا على كل ده، لكنهم ما جوش ينقذوها. وهنا سوجيمان بيمسك كومالا وهو متعصب وبيحبسها في حظيره الحيوانات. وده ما كانش كفايه، سوجيمان بيجيب عصايه وبينزل ضرب في كومالا، وسوهاني كانت واقفه بتتفرج على كل ده لكنها ما وقفتش جوزها. الحكايه ان سوجيمان كان مانع كومالا انها تخرج بره البيت، لكن بالرغم من المنع ده كومالا راحت السوق في السر، وبسبب ده سوجيمان اتفضح واتهان في السوق كله النهارده. هنا بقى العمه سو لما بتشوف القسوه دي كلها مع طفله صغيره بتقول لسوجيمان دي طفله صغيره ما تضربهاش اكتر من كده، لكن سوجيمان ما بيهتمش بكلام حد وبيكمل ضرب فيها لحد ما بيشبع ويمشي. وهنا العمه بتبدا تحط مرهم على جروح كومالا، وكومالا كمان كانت بتعيط من شده الالم. البنت الغلبانه دي ما كانتش حتى فاهمه ايه الغلط اللي هي عملته. بعد شويه العمه سو بتدي لكومالا عروسه لعبه، ولما كومالا بتشوفها بتفرح جدا. في الحقيقه النهارده كومالا كملت 8 سنين واهلها ما كانوش فاكرين الموضوع ده خالص، لكن العمه سو كانت فاكره كويس جدا. والعروسه دي كانت هديه عيد ميلادها، وكومالا كانت مبسوطه بيها قوي. بالليل بقى لما كومالا كانت نايمه وحضنت العروسه دي فجاه بتسمع صوت حد جاي من الدولاب اللي قدامها. كومالا بتصحى وتقعد، وفي اللحظه دي بتطلع بنت من الدولاب ده، وكان شكلها مرعب جدا. والبنت دي ما كانتش حد غريب، دي كانت اخت كومالا التوأم سومالا اللي سوجيمان قتلها اول ما اتولدت. هنا كومالا بتترعب لما بتشوف اختها سومالا، فسومالا بتهديها وتقول لها ما تخافيش انا اختك ومش هاذيكي خالص. وهنا سومالا بتتكلم مع اختها بحنيه جدا وبتبدا تسخنها على اهلها، وبتقول لها انا عارفه ان اهلك بيضربوكي كل يوم، لكن ما تقلقيش من النهارده انا هساعدك لاني اختك. وكمان بتبين غضب شديد جدا من سوجيمان، وبتقول انه قتلني اول ما اتولدت لمجرد ان كنت قبيحه. هنا بقى سومالا بتحضن اختها كومالا، والاول مره كومالا بتحس ان في حد قريب منها وبيحبها، لكن من نظرات وش سومالا بنفهم ان البنت دي ناويه تستخدم كومالا عشان تخلي حياه سوجيمان وسوهاني جحيم. وتاني يوم على طول كومالا بتبدا تعزف على البيانو، لكن مش عارفين ليه صوت البيانو ضايق سوجيمان جدا، وبكل غضب بيروح على طول لكومالا وبيضربها بالقلم وبيمنعها تعزف على البيانو. سوهاني كانت بتتفرج على كل ده وعارفه ان سوجيمان بيظلم بنتها وبيعمل معاها الغلط، لكن برضه ما اتكلمتش ولا قالت كلمه لجوزها. في الوقت ده كومالا بتتصرف بطريقه غريبه جدا لانها دلوقتي تحت سيطره سومالا، وفجاه بنشوف ان جنب كومالا اللي كان مشلول ومخليها مش قادره تمشي خف وبقى سليم تماما، وبدات تمشي بشكل طبيعي جدا وبتروح على طول على اوضه ابوها. سوجيمان لما بيشوف كومالا بتمشي على رجليها كويس جدا بيتصدم وبيستغرب ازاي ده حصل، وقبل ما يلحق يعمل اي حاجه كومالا بتمسك قلم وبتغرزه بكل قوتها في ايد ابوها. سوجيمان بيصرخ من الالم وفي نفس الوقت مذهول ومش فاهم ازاي بنته دي قادره تمشي، واحنا طبعا عارفين ان اللي بتعمل كده مش كومالا، دي سومالا هي اللي بتحركها. سوجيمان ما فكرش كتير في الموضوع ده، ومن كتر غضبه من حركه كومالا بيربطها في صليب خشبي وكعقاب ليها بيعلقها في الاراضي الزراعيه تحت شمس حارقه. هنا كومالا بتفضل تصرخ وتنادي على امها عشان تنقذها، لكن سوهاني بتسيب بنتها وتمشي من غير ما تساعدها. ولما كومالا بتشوف كده نار الكراهيه بتولع جواها. بالليل كومالا بتكون قاعده على الترابيزه بتاكل مع اهلها، وفجاه سومالا بتلبس جسم كومالا تاني، وكومالا بتبدا تعمل حركات غريبه، وفجاه بتطلع فوق ترابيزه الاكل وبتعمل حمام عليها. لما سوجيمان بيشوف كده بيتجنن وبيأمر الخدام انه يحبس كومالا في حظيره الحيوانات، لكن في اللحظه دي كومالا بتهجم على الخدام، وفي نفس الوقت عين سوهاني بتيجي على المرايه اللي قدامها وبتشوف بوضوح ان دي مش كومالا، دي روح سومالا بنت الشيطان اللي هي بتخليها تعمل كده. ولما سوهاني بتشوف المنظر ده بتترعب جدا، وكومالا بتطلع تجري بسرعه بره البيت، والعمه وسوهاني بيطلعوا يجروا وراها. ولما بيوصلوا الاتنين عند عشه الفراخ بيشوفوا منظر يخلي عينيهم تبرق من الصدمه لانهم لقوا كومالا بتاكل فرخه نيه. تاني يوم لما كومالا بتفوق لنفسها العمه بتسالها بكل حنيه انت ليه عملتي كل ده امبارح بالليل؟ فكومالا بتقول لها الحقيقه كلها، وان روح سومالا هي اللي بتخليها تعمل كده. وسوهاني كانت واقفه مستخبيه ورا الباب وبتسمع كل
كل الكلام ده. هنا سهاني بتحس بغلطتها لانها كسرت الاتفاق اللي عملته مع الشيطان، والانتقام دلوقتي الشيطان بياخده منهم. واول ما سهاني بتفهم ده بتقرر ترجع للساحره تاني اللي اديت لها البنتين دول بمساعده السحر. وهي في طريقها للساحره العمه بتشوفها وهي طالعه، فالعمه بتقول لابنها شنغاي خد بالك من كماله انا راجعه بسرعه. والعمه بتمشي ورا سهاني بتوصل لشط النهر وبتقول لصاحب المركب انها عايزه تروح للساحره، لكن صاحب المركب بيديها خبر وحش وبيقول لها ان الساحره دي ماتت من سنه فاتت. سهاني لما بتسمع كده بتيأس جدا وتنهار لان ما كانش في حد ممكن يساعدها غير الساحره دي. في اللحظه دي العمه بتوصل وسهاني بتحكي لها الحقيقه كلها وانها عملت صفقه مع الشيطان عشان تجيب بناتها دول. ولما العمه بتسمع الكلام ده بتتصدم صدمه عمرها. في نفس الوقت المعامله مع كماله بتزيد سوء واسوأ. خدام البيت بيمسك كماله وبيدخلها الحظيره وبيربطها بالحبال وبعدين بيقفل باب الحظيره وراها بالجنازير. العمه بتروح لسوجيمان وتترجى انه ما يعملش كل الظلم ده في بنته، لكن سوجيمان بيقول لها لحد ما كماله تبطل حركاتها الهمج دي وتتصرف زي البني ادمين هتفضل محبوسه كل يوم في الاوضه دي زي الحيوانات. تاني يوم وكماله في اوضتها بيجي نفس العيال بره اللي كانوا بيضربوها بالطوب في السوق من فتره، والعيال دي بتنده على كماله بحجه انهم هيلعبوا معاها، وكماله الغلبانه اللي مش فاهمه حاجه بتنزل عشان تلعب معاهم. وهنا العيال دي بتتلم عليها تاني وبيضايقوها وبيلغوصوا وشها بالتراب. وده ما كانش كفايه، دول كمان بيبداوا يضربوها وكماله بتعيط، لكن العمه بتيجي في اللحظه دي وبتطرد كل العيال دي، مع ان اهل كماله كانوا واقفين قريب وشايفين كل حاجه لكنهم ما جوش يدافعوا عن بنتهم. ولما كماله شافت كده نار الكراهيه لاهلها اتولدت في قلبها. واول ما الليل بيجي زي العاده بيحبسوا كماله في حظيره الحيوانات، وبعد شويه وسوجيمان وسهاني بياكلوا العشاء سهاني بتسمع صوت غريب جدا جاي من الحظيره وبتفهم ان في مصيبه بتحصل هناك وبتقول لسوجيمان على الصوت ده، لكن سوجيمان بيقول لها انا مش سامع حاجه ده اكيد بيتهيألك. ولما بتشوف ايه اللي بيحصل جوه الحظيره بتكتشف ان كماله فكت نفسها وبدات تمشي بشكل طبيعي جدا على رجلها، وده معناه ان جسمها دلوقتي تحت سيطره سماله. وبعدين بتفتح صندوق قريب منها وبتلاقي جواه سكينه. كماله بتاخد السكينه دي وبتبدا تضحك ضحكه شريره وغريبه جدا كانها رايحه تعمل مصيبه. في نفس الوقت بنشوف ولد من اهل القريه وده نفس الولد اللي ضرب كماله امبارح الليل مع اصحابه، وهنا الولد ده بيكون بيطلع ميه من بير القريه بس فجاه بيسمع صوت خطوات جايه من ورا الشجر. الولد من كتر الرعب بيلف بسرعه عشان يشوف مين فبيلاقيها كماله، ولما بيشوفها الخوف بيروح منه لانه قال لنفسه البنت المشلوله دي هتقدر تعمل ايه يعني، لكن فجاه بتطلع سماله من ورا كماله. الولد لما بيشوف المنظر ده عينيه بتبرق من الصدمه وبيحاول يجري لكن كماله بتمسكه وبتضربه بالسكينه وتقتله بكل وحشيه وبعدين بترميه جوه البير. وفي المشهد اللي بعده بنشوف ولدين تانيين من القريه ماشيين، والولدين دول برضه كانوا مشاركين في ضرب كماله، ما كانش عندهم اي فكره ان في حد بيراقبهم. وبمجرد ما الولدين دول بيقربوا من شجره كبيره كماله بتحدف حجر كبير من فوق الشجره على طول على راس الولد ابو شعر كنيش، فالولد بيموت في مكانه. ولما الولد التاني بيشوف كده وقبل ما يلحق يفهم ايه اللي بيحصل كماله بتنط من فوق الشجر على الولد التاني ده وبتخلص عليه بالسكينه هو كمان. تاني يوم الصبح اهل القريه كلهم بيخرجوا عشان يدوروا على عيالهم، لكن ولا لقوا العيال ولا لقوا حتى جثثهم، ومحدش كان فاهم ازاي 3 عيال من القريه يختفوا فجاه كده. وباقي العيال اللي كانوا بيضايقوا كماله كانوا برضه قلقانين وبيسالوا نفسهم اصحابنا ال3 راحوا فين. وفي اللحظه دي بتظهر كماله وهي مبتسمه وبتحط الكره قدامهم وبتمشي. العيال دي لما بتشوف كده بيفكروا يهزروا ويستظرفوا تاني بس ما كانوش عارفين ان الهزار ده هيدفعوا ثمنه غالي قوي. بياخدوا الكره وبيبداوا يتريقوا على كماله تاني، واول ما واحد منهم بيقدم ويقرب من كماله بتديله طعنه بالسكينه وبتخلص عليه. باقي العيال بيترعبوا وكماله ما بتديهمش فرصه يهربوا وبتقتل كل الولاد واحد ورا تاني بكل قسوه ووحشيه. تاني يوم العمه وهي بتطلع ميه من البير بتشوف دم في الميه وبتتخض جدا وبتنادي على خدام البيت فورا، ولما الخدام بيبص جوه البير بيلاقي جثه الولد اللي كماله قتلته ورميته امبارح بالليل. واهل القريه بيلاقوا جثث باقي العيال مرميه في نص الاراضي الزراعيه، ولما بيشوفوا المنظر ده بيترعبوا كلهم. والولدين التانيين اللي كانوا فاضلين اهل القريه بيلاقوا جثثهم في الغابه متغطيه بورق الشجر. الناس كلها بتبدا تفكر مين اللي ممكن يعمل كده، وفي اللحظه دي بيلاقوا جنب جثث الولدين دول عروسه كماله، وكل الناس بتفهم ان كماله هي اللي عملت كل ده. وبعدها كل اهل القريه بيروحوا على طول على بيت سوجيمان وبيوروا له عروسه كماله وبيقولوا له بنتك هي اللي قتلت عيالنا. سوجيمان بيرد على اهل القريه وبيقول لهم انتوا كلكم عارفين ان بنتي مشلوله، ازاي بنت مشلوله هتقدر تقتل كل الولاد دي؟ لكن اهل القريه ما بيصدقوش كلام سوجيمان وبيقولوا له بنتك هي اللي
قتلت عيالنا. فسوجيمان بيسألهم ايه الدليل اللي معاكم يثبت ان بنت هي اللي قتلت عيالكم؟ واهل القرية ما كانش معاهم دليل قاطع على الكلام ده، فكلهم بيمشوا. لكن سوجيمان بيبدأ يشكي في بنته لان تصرفات كومالا ما كانتش تصرفات بني ادمين طبيعية خالص. عشان كده بيروح على طول هو ومراته على أوضة الحظيرة، وبعد تفتيش شوية سوجيمان بيلاقي فتحة كبيرة في الحيطة متغطية بشوال. سوجيمان بيفهم ان كومالا كانت بتطلع من الفتحة دي، وبيبدأ يتأكد ان كل العيال اللي ماتت في القرية ماتوا على ايد كومالا. لكن في اللحظة دي سوهاني بتقول له ان كل ده مش كومالا اللي بتعمله، دي روح سومالا هي اللي بتخليها تعمل كده. وهنا سوهاني بتحكي له الحقيقة كلها، وازاي انها عملت صفقة مع الشيطان عشان تجيب البنتين دول. ولما سوجيمان بيسمع الكلام ده نفسه بيتقطع من الصدمة، وبيروح بنفسه عشان يكلم كومالا، وبيبدأ يكلمها بحنية وبكل حب، وكمان بيحلف لها وبيوعدها ان من النهارده عمري ما هرفع ايدي عليكي تاني. لما كومالا بتسمع كده بتبدأ تعيط، لان بقالها سنين طويلة سوجيمان ما كلمهاش بحنية كده ابدا، دي كانت بتدور على حب اهلها. والنهارده لما لقيت حب ابوها ليها نسيت كل الظلم اللي شافته من السنين اللي فاتت، وحكت له الحقيقة كلها، وقالت له ان روح سومالا هي اللي بتخليني اعمل كل ده. وبمجرد ما سوجيمان سمع كده بيغرق في التفكير، ومرة ثانية بيكسر وعده اللي قاله لبنته انه مش هيضربها تاني، وبينادي على خدام البيت وبيديله اوامر ان كومالا خطر على القرية كلها. عشان كده خدها رجعها الحظيرة وربطها اكتر من الاول. وبعدها سوجيمان بيقرر انه هيروح لساحر يقدر يفك السحر الاسود وعمل الشيطان. وفي نفس الوقت الخدام بيربط كومالا جامد جدا اكتر من الاول، وكومالا بتكون بتعيط، فبتيجي العمة جنبها وبتبدأ تطبطب عليها وتحب فيها. وكومالا لما بتشوف حب العمة الكبير ده بتقول لها النهارده بالليل انا هكمل 10 سنين، وبسبب كده سومالا هتاخد السيطرة الكاملة على جسمي. وسومالا قالت لي انها النهارده بالليل هتقتل كل الناس اللي موجودين هنا، وانا مش عايزاك تموتي لانك اخدت بالك مني زي امي بالظبط. عشان كده انا عايزاك تسيب القرية دي دلوقتي حالا وتمشي بعيد، لان النهارده بالليل لعبة الموت هتبدأ في القرية كلها. العمة ما كانتش عايزة تسيب كومالا وتمشي، فكومالا بتقول لها لو عايزة تشوفيني مبسوطة امشي من هنا. وكمان كومالا بتشكر العمة على كل السنين اللي اهتمت بيها فيها. وهنا العمة بتحضن كومالا لاخر مرة وهي بتعيط، وبعدها بتاخد ابنها شنغاي وبتمشي بعيد عن بيت سوجيمان. وشنغاي بيفضل يسأل امه احنا ليه سايبين البيت وماشيين مع اننا لاقيين هنا كل الاكل والشرب؟ لكن العمة ما بتقولوش اي حاجة، وبتاخد ابنها وبتبعد عن بيت سوجيمان خالص. وعلى الناحية التانية سوجيمان بيكون وصل للساحر وبيحكي له الحقيقة كلها وكل اللي مراته عملته. وهنا الساحر بيبدأ يقول تعويذ، وفجأة عينه بتقلب بيضة تماما. وبعدها بيقول لسوجيمان انت عملت غلطة عمرك لما قتلت بنت الشيطان. الشيطان غضبان جدا بسبب موت بنته، والنهارده بالليل بنت الشيطان هتسيطر سيطرة كاملة على جسم بنتك، فلو ما لحقتش تمنع بنت الشيطان قبل ما الليل يجي انها تدخل جسم بنتك الشيطان هتنتقم منكم كلكم واحد ورا التاني. هنا سوجيمان بيسأل الساحر انا ازاي اقدر اعالج بنتي؟ الساحر بيرد عليه ويقول له لو قدرت تجيب لي سومالا هنا انا هعمل طقوس واطرد سومالا من جسم بنتك للابد. وبعدين الساحر بيدي لسوجيمان سكينة وبيقول له لو ما قدرتش تسيطر على سومالا وحسيت انك مش هتعرف تجيبها لي هنا ساعتها تغرز السكينة دي على طول في قلب سومالا، وبكده سومالا هتموت ومعاها كومالا كمان. سوجيمان بيسمع كلام الساحر وبياخد السكينة وبيطلع على بيته. وفي نفس الوقت خدام البيت بيصحى على صوت غريب، ولما بيروح المكان اللي كان رابط فيه كومالا بيلاقي ان كومالا فكت نفسها. وفجأة بيشوف كومالا بتعيط وسط الشجر اللي جنبهم. الخدام اول ما بيحاول يمسكها بتهجم عليه بالسكينة، لكن الخدام بالعافية بيقدر يفادي ضربة السكينة وينقذ نفسه، وبيطلع يجري ناحية البيت عشان يهرب بجلده. لكن كومالا ما بتسيبوش في حاله وبتدخل وراه جوه البيت وبتحدف السكينة في ظهره، والسكينة بتخترق جسمه وبتطلع من الناحية التانية، وبعدها بتذبحه بكل قسوة ووحشية. دلوقتي جه الدور على سوهاني بتكون نايمة في اوضتها، بس فجأة بتصحى على صوت البيانو، ولما بتمشي ورا الصوت لحد ما بتوصل للبيانو بتشوف كومالا بتعزف عليه. وهنا كومالا بتبص لها بابتسامة مرعبة جدا وبتمسك سكينة كبيرة وبتقرب منها. سوهاني بتترعب رعب السنين لما بتشوفها، وفي اللحظة دي عين سوهاني بتيجي على المراية اللي قدامها وبتشوف بوضوح ان سومالا هي اللي بتخلي بنتها تعمل كده. سوهاني بتبدأ ترجع لورا وهي بتترعش وبتعتذر لكومالا، لكنها بتخبط في جثة الخدام اللي متعلقة وراها. ولما بتشوف الجثة بتفهم ان سومالا هتموتها هي كمان، وبتطلع تجري عشان تستخبى في أوضة في الدور اللي فوق. لكن سومالا بتوصل لها هناك وبتضرب الباب بالسكينة كذا ضربة لحد ما بتكسره وتدخل، وبتضرب امها بالسكينة على طول في رجلها وبتعورها تعويرة جامدة جدا. سوهاني بتبدأ تعيط وتترجى سومالا عشان تسامحها، لكن سومالا ما كانتش في مود انها تسامح حد النهارده. وسوهاني كانت عارفة من جواها ان سومالا مش هتسامحها لانها كانت عارفة كل حاجة، ورغم كده سابت كومالا تتظلم وتتعذب السنين اللي فاتت دي كلها. والنهارده سوهاني حست بغلطتها. سوهاني بتطلب طلب اخير من سومالا انها عايزة تكلم بنتها كومالا لاخر مرة.
سمالة بتوافق وبتسيب السيطرة لكمالة تاني. سهان بتبدأ تعيط وتعتذر لكمالة انها ما قدرتش تكون ام كويسة ليها، وكمالة لما بتشوف حالة امها دي بتحزن جدا وبتسامح امها من قلبها، لكن سمالة ما كانتش مستعدة تسامحها وبتقتل سهان بكل وحشية وقسوة. بعد شوية سوجيمان بيوصل البيت، ولما بيشوف جثة الخدام تحت السلم بيقلق على مراته وبيطلع يطير على الدور اللي فوق، وهناك بيشوف جثة مراته كمان. ولما سوجيمان بيشوفها بيبدأ يصرخ ويعيط بصوت عالي ومن جواه بينهار تماما وبيتحطم. وهنا سوجيمان بيفهم ان مراته وخدامه ما عملوش في كمالة ربع اللي هو عمله فيها، عشان كده كمالة مستحيل تسيبه عايش. وقبل ما يلحق يهرب وينقذ نفسه عينه بتيجي على الكرسي اللي في الأوضة وبيلاقي كمالة قاعدة عليه وسمالة واقفة جنبها، وسمالة بتبص له بنظرة مرعبة جدا. وبعدين سمالة بتدخل جوه جسم كمالة قدام عين سوجيمان، وده معناه ان السيطرة رجعت لسمالة تاني. وسمالة بتبدأ تقرب من سوجيمان وتهجم عليه وبتجرح رجله جرح عميق جدا، لكن سوجيمان بيقدر بعجوبة ينقذ نفسه ويطلع بره البيت، وبيمشي وهو بيعرج لحد ما بيوصل لنص القرية، وهناك بيضرب جرس الإنذار. وأول ما أهل القرية بيسمعوا الصوت كلهم بيتلموا وبيروحوا لسوجيمان. سوجيمان بيقول لهم إن مراته والخدام اتقتلوا، ولما الناس بتسمع كده بيجروا على بيت سوجيمان، وهناك بيشوفوا بعينيهم إن في حد قتل مراته والخدام. سوجيمان بيقول لأهل القرية إن اللي قتلهم هي كمالة، لكن كمالة ما عملتش كده بمزاجها، دي روح بنت الشيطان اللي ملبوسة بيها هي اللي بتخليها تعمل كل ده. عشان كده احنا لازم نمسك كمالة ونروح للساحر عشان يخرج روح بنت الشيطان منها. لكن لما أهل القرية بيسمعوا الكلام ده بيتعصبوا جدا، لأنهم خلاص اتأكدوا إن العيال اللي ماتت في القرية من كام يوم كمالة هي اللي قتلتهم كلهم، عشان كده بيقرروا يروحوا يقتلوا كمالة. سوجيمان بيحاول يوقف أهل القرية لكن محدش بيسمع كلامه. ساعتها سوجيمان بياخد سكينة الساحر والحبل وبيطلع عشان ينقذ بنته كمالة، لأنه كان عارف إن الغلطانة مش كمالة، دي روح سمالة. وعلى بعد مسافة بيلمح سمالة لكنها في ثانية بتطلع تجري ناحية الأرض الزراعية. سوجيمان بيجري وراها، وأول ما بيوصل لنص الأراضي الزراعية فجأة من ورا سمالة بتهجم عليه فبيقع على الأرض، لكن في لحظة سوجيمان بيرفع حجر كبير جدا وبيضرب بيه سمالة على راسها فبيغمي عليها. سوجيمان بيستغل الفرصة وبياخد سمالة عشان يوديها للساحر وبيحطها جوه شوال، لكن بعد شوية صغيرة سمالة بتفوق جوه الشوال، ولما بتفوق بتقول لسوجيمان انت كمان كنت مشلول وانت صغير، لكن بالرغم من شللك اهلك حبوك وادولك الدعم اللي ادالك القوة وانك تخف وتبقى كويس، لكن انت ما عملتش معايا كده خالص، بالعكس انت كرهتني عشان كنت مشلولة وكنت بتعذبني ليل نهار. سوجيمان لما بيسمع الكلام ده بيحس بغلطته وبيقعد يعيط ويطلب من بنته تسامحه، لكن فجأة صوت كمالة بيختفي من الشوال، ولما سوجيمان بيستجمع شجاعته وبيفتح الشوال عشان يتأكد بيكتشف ان كمالة اختفت من الشوال. الحقيقة ان روح سمالة طلعت كمالة من الشوال، وقبل ما سوجيمان يقدر يمسك نفسه او يستوعب اللي حصل سمالة بتهجم عليه من ورا بالسكينة. سوجيمان بيصرخ من الألم، ولما سمالة بتيجي تهجم عليه تاني سوجيمان بسرعة بياخد حتة خشبة وبيضربها على طول على راسها وسمالة بيغمى عليها. سوجيمان ما قررش يضيع الفرصة دي وفهم انه مستحيل يقدر يودي سمالة للساحر، عشان كده بيمسك السكينة اللي الساحر اداهاله وبيغرزها على طول في قلب سمالة فبتموت. وسوجيمان بيحزن جدا انه فقد بنته، لكن فجأة بيحصل تطور كبير في القصة وبنشوف ان سمالة لسه ما ماتتش. سمالة بتقعد وبتقول لسوجيمان انها بعد ما دخلت جسم كمالة حصل تغيرات في الجسم ده وان قلبها اتنقل من الناحية الشمال للناحية اليمين، فعشان كده سكينة الساحر ما جاتش في قلب سمالة اصلا، وده اللي خلاها تفضل عايشة. وهنا سمالة بتهجم على سوجيمان بالسكينة بكل قسوة ووحشية، وفي الاخر بتاخد حتتين خشب وبتغرزهم على طول في عينين سوجيمان فبيموت موتة بشعة ومؤلمة جدا. تاني يوم الصبح اهل القرية بيلاقوا جثة سوجيمان في الارض، وكانت جثة سوجيمان متعلقة بنفس الطريقة اللي كان معلق بيها كمالة زمان، وده معناه ان انتقام سمالة كمل. دلوقتي القصة بترجع بينا للزمن الحاضر، والمعلم شنغاي بيخلص قصته وبيقول لأهل القرية ان من اليوم ده الناس بقت مؤمنة ان سمالة بنت الشيطان لسه روحها بتلف في القرية، عشان كده اهل القرية حطوا قاعدة ان مفيش اي عيل يخرج بره البيت بالليل خالص. ولما بنشوف عين المعلم شنغاي بنكتشف ان المعلم شنغاي ده مش حد غريب، ده ابن العمة اللي ساب القرية ومشي مع امه في الليلة دي. في الزمن الحاضر بعد ما اهل القرية عرفوا الحقيقة بقوا يحطوا اكل بره بيوتهم لسمالة، لكن ابو نويان بالرغم من انه عرف الحقيقة مرضاش يحط اكل لسمالة لانه لسه مقتنع ان قصة سمالة دي كذب وان عبدي هو اللي قتل ابنه. ولما ابو نويان بيخرج بالليل من بيته من غير خوف بيشوف منظر عند شجرة كبيرة بيخليه يتسمر في مكانه من الصدمة، لانه بيشوف سمالة قدامه بتاكل في حد. وبتخلص قصتنا لحد هنا، لكن افلامنا وقصصنا ومسلسلاتنا لسه ما خلصتش. ملاحظاتكم قيمة جدا بالنسبة لي، ولو عايزين تشوفوا قصص وافلام مؤثرة زي دي اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان القصة اللي بعد كده توصل على شاشة موبايلاتكم على طول. شكرا للجميع.